حاجات مهمة تعمليها بعد كل غسلة عشان تحافظ على غسالتك لأطول فترة، وكمان تخلي الغسيل كويس ونضيف. أول حاجة لازم بعد كل غسلة تفتحي باب الغسالة يهوي. تاني حاجة تشوفي المجرة دي يا جماعة بيبقى فيها صابون زيادة، ومعنى كده ان مسحوق زيادة، وفيها حاجات مش نظيفة. فجيبي أي مذيب دهون عندك وترشي رشة كده، وبايبس أو بفوطة، وابتدي شيلي بقى كل الحاجات دي. هتلاقي الفوطة شكلها بشع ومطلعة حاجات كتيرة جدا. فلازم بعد كل غسلة تنضفي المنطقة دي علشان الغسيل ما يعملش ريحه معاكي، وينضف كويس لغايه ما تتاكدي انها نضفت. تالت حاجه ودي حاجه مهمه جدا، لو انت عندك غسالتك ديجيتال وحطاها في الحمام، ضروري تجيبي لها كفر مهما كان شكلها شيك وجميل. انا كنت زيك، الشاشه باظت مع الوقت من بخار الميه، الكفر حافظ عليها، ولازم يتقفل الكفر تماما في الغسله، في اي غسله. اخر حاجه تجيبي مود الرنس ده، لان الصابون اللي شفناه في الاول ده معنى كده ان فيه بواقي صابون، وتقللي العصر خالص يبقى زيرو. هتقعد بس 10 دقايق معاكي، وده